هو ايه الفرق بين الناتشرال دايموند واللاب جرون دايموند؟ بيجي لي اسئله كتير جدا في الموضوع ده، وكمان في مصانع في مصر بدات تشتغل في اللاب جرون دايموند، وانا النهارده جاي اعرض لكم مميزات وعيوب كل واحد وانتوا اللي تقرروا. تعالوا نمسك نقطه نقطه كده ونتكلم عن الاتنين. الالماظ الطبيعي بيتميز بعامل الندره، لان زي ما احنا قلنا هو طبيعي موجود في الطبيعه، وطبعا مش موجود بكميات كبيره زي الالماظ الصناعي. وفكره ان هو موجود في الطبيعه بيخلي فيه حاجات معينه موجوده في الحجاره مش هتبقى موجوده في الالماظ الصناعي. نيجي لتاني نقطة وهي السعر. الألماظ الطبيعي أكيد طبعا غالي جدا، والألماظ الصناعي رخيص جدا. وتعالى أقول لكم مثال بسيط. لو مسكنا حجر إيراد ففي الطبيعي هيعمل له تقريبا من 160 ل 170 ألف جنيه، انما لو في الصناعي هيعملوا تقريبا 25-30 الف جنيه. ودي من اكتر النقط اللي بتميز الالماظ الصناعي، خاصة في الحجارة الكبيرة، ال4 قراط وال5 قراط وال6 قراط، وبرضو في الحجارة الفانسي كات، الهارت شيب، البير، الماركيز. كل ده هتجيبي حجر 5-6 قراط وسعره على قد الايد. تالت حاجة وهي اعادة البيع. الالماظ الطبيعي بيتباع عادي جدا، ولو خسرت اخرك هتخسر كام؟ 20% بالكتير، ولو سعر الدولار زاد هيعوض لك خسارتك ويديك مكسب. انما الالماظ الصناعي حتى الان في مصر او بره مصر ملوش اعادة بيع، كأنك بالظبط اشتريت اكسسوارز. عامة كل واحد فيهم ليه ميزة وليه عيب، وانا دلوقتي جيت قلت لكم مميزات وعيوب كل واحد. مستني اعرف رأيكم في الكومنتس. انت لو هتشتري حجر الماس طبيعي ولا صناعي؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.